السلام عليكم. دي شقة إسكان اجتماعي كانت مدهونة قبل كده، أو بالمعنى اللي الناس عارفاه تشطيب الجهاز. جينا الراشم علشان نشتغل وندي سيلر ونبدأ نسحب معجون، لقينا الحيطان فيها كارثة. المعجونة اللي تحت دي حاجة زي التراب، لو اشتغلنا عليها أكيد هتفرقع وهتقع بعد كده. فهنا ما كانش قدامنا غير حل واحد بس، الشغل ده مش هينفع بالشكل ده، والحيطان دي لازم تنزل. هنا ابتدينا ان احنا ننزل الحيطان. كان اول حاجه ان احنا بنبل الحيطان ميه بالرول عادي كاننا بنفرد بلاستيك او بنشتغل بوهيه، ونبتدي ان احنا نكحت علشان خاطر تضمن ان الشغل ده معاك كده زي شغل التأسيس او الشغل الكويس. فكان لازم تشتغل على عصب شديد، ايا كان اللي احنا هنعمله او ايا كان اللي النقاش هيعمله، لازم وحتما ولا بد يكون على اساس قوي، حاجه يمسك فيها. وبما ان المعجون اللي تحت دي زي ما احنا شايفين كده، فكان لازم تنزل. بالامانه مش كل شغل الاسكان ولا كل الشغل اللي اتشطب قبل كده بيكون بالمنظر ده. احنا عملنا شغل كتير كان كويس واشتغلنا فيه على طول، لكن شغل بالطريقه دي زي ما انت شايف كده، لا، حاجه صعبه جدا. فكان لازم ينزل، وده هيمشي على الشقه كلها واحده واحده كده. فانا بنصح اي حد يجيب نقاش عنده شغل اسكان بما يرضي الله، شوف الشغل هينزل ولا لا، لان ما كانش في حته حرفيا في الشقه سليمه. ما ينفعش خالص يا جماعه شغل زي ده نشتغل عليه. اوعى اوعى اوعى. شقه زي دي ممكن تعدي 20,000 جنيه خامات ومصنعيات، هتلاقي نفسك بترميهم على الارض. لا، انت تزود مبلغ بسيط في حتة التنزيل وكام شكارة معجون زيادة، فرق السكينة معجون اللي انت بتزودها او السكينتين، بس تاخد حاجة تعيش معاك العمر. لكن بالطريقة اللي احنا شايفينها دي، الموضوع كان هيبقى كارثة بالنسبة لصاحب الشقة. نظفنا الحيطان بتاعتنا زي ما انت شايف كده، نزلت كلها واستنينا المية للحيطان دي تنشف. هنبتدي ننظف. شوف واخد بالك ان اللي باقي من المعجون عامل ازاي؟ حرفيا كان التراب تراب. فبننظف الحيطان بتاعتنا كويس على قد ما نقدر علشان المسام بتاعة المحارة اللي الكف ما طلعهاش ينزلها. هنبتدي بقى نعزل السيلر بتاعنا. السيلر ده لازم يكون شحم. وفي نقطة كمان، يعني يفضل يعني في ناس بتعزل بسيلر حراري، ولكن السيلر الحراري يبقى الموضوع غالي جدا. فاحنا السيلر المائي مش هيقول لأ، وكويس وكل حاجة، بس يعني نزود له تركاية بسيطة خالص. فكرة ان احنا نزود له شوية اديبوند. يعني مثلا لو جيركن اديبوند اللتر ده حطينا نص لتر على الباستيلا، هيخلي الحيطان دي في حتة تانية. نبتدي بقى نسحب عليها السكينة الأولى المعجون بتاعنا. فعندك أنواع كتير معجون كويسة زي دايتون، الهيرو من سكيب الجديد ده برضه ممتاز جدا. الشغل الشغل يكون الشغل مرتاح، بالبلدي كده ما بنكحتش، على الهادي خالص. وهكذا بقى السكينة التانية على الهادي برضو. طبعا احنا غريبة شوية، قدرا كده ما كانش فيه اصفر في الشقة عشان نلون بيه، فكان في علبة اسود. مش هتفرق، اهم حاجة بس الالوان دي بتكون علشان النقاش يعرف او الصنايعي يعرف الفرق اللي اخد من اللي ما اخدش. بالمرة بقى البيبان، يعني الحيطان اللي كانت بالمنظر ده اكيد البيبان كانت في منظر اسوأ، اتعزلت برضو، خدت شوية مطفي، وهتتسحب لها سكينتين معجون عشان ترفع كفاءة الابواب دي شوية. فحرام تاخد لكيه على كده، كان لازم برضو تسحب معجون، حاجة تساعد يعني. طبعا الباب بالحلق، وش وظهر كله. دي منظر الحوايط كلها بعد ما اتكفت معجون، خدت 4 سكاكين معجون.
شاء الله خلاص بقى حتى باين من منظرها. هنيجي بقى دور الصنفرة بالصنفرة الدوكو. احنا بنصنفر بصنفرة دوكو 220. ليه بقى؟ بتاكل كويس في نفس الوقت ما بتعملش تجاريح في الحيطة. يعني صنفرة دائري كده عشان تكحيت الصنفرة وخربشة الصنفرة ما بيبانش، يعني ما يبانش. فكرة ان تجريح الصنفرة دي مع التشطيب مع البلاستيك النظيف بتبقى حاجة سيئة جدا. فافضل شغل اللي هيتصنفر بالطريقة دي بالصنفرة الدوكو، في الاضاءة كده واحدة واحدة. والصنفرة دي اهم حاجة في الشغل، حرفيا دي اهم حاجة في الشغلانة. هي اللي بترسم الشغل وهي اللي بتضيع الشغل. درب بقى، كان هي الشقة اساسا هتبقى فانيلا لاتيه، فهندرب شوية بطانة كده قريبين من الدرجة المطلوبة. تمام، ونزود عليهم شوية اديبوند برضه. حتة بقى تركاية كده صغيرة، شوية بانوهات كده عشان تلطف الجو العام. والكورنيشة برضه في الصالة، البانوهات والكورنيش برضه حاجة جميلة جدا. شوية بوهية التشطيب بقى. هنا عاملين، هنا دربنا الفانيلا لاتيه يدوي على ايدينا، ما كانش كمبيوتر. البلاستيك ده ممتاز جدا وسعره قابل للغسيل. حاجة جامدة جدا يعني. سعره مقارنة بالكمبيوتر بيوفر حوالي 1000 جنيه في الباستيلا أو 1500 كمان. دربنا اللون الفانيلا لاتيه اللي هو عبارة عن اسود واصفر وسنة احمر. ما شاء الله الدرجة ممتازة. ونبتدي بقى التشطيب بتاعنا بعد التحرير. نشطب الحوائط بتاعتنا. لو متابعني او لو لو عندك صبر متابع من اول الفيديو، شوف الحوائط بتتنقل ازاي مع الخدمة. وتخيل ان انت وصلت لمرحلة التشطيب دي وكنت استعجلت من البداية من التأسيس. حرفيا كان كل الفلوس اللي اتحطت دي كانت اترمت على الارض. ففلوس الناس بجد والله العظيم يعني. دي امانه. الناس اي صنايعي يتقي الله في فلوسه الاول، يتقي في الناس، يتقي الله في الناس اللي شغاله يعني او اصحاب الشغل. البيبان بتاعتنا طبعا بعد ما كان منظرها ابشع ما يكون، دلوقتي بقت ابواب. الحلق بقى حلق. وبعد ما شطبنا الحوائط والخشب، شويه بقى النظافه. حوائط قابل للغسيل بتتغسل، شايف الميه على الحوائط اهي. طبعا احنا فاصلين الكهرباء عشان اي حاجه. ما شاء الله حوائط بتتغسل بلاستيك ممتاز جدا. شويه النظافه دول بينقلوا الشقه في حته تانية خالص. وادي المنظر النهائي. اللي على الارض دي الوشوش والغطيان بندهنها ويجي الكهربائي يركبها. لو صبرت معايا لاخر الفيديو احب اقول لك كتر خيرك، وانا سعيد جدا. ونتقابل في شقه جديده. سلام.